المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصراحة أنا سعيدة جدا، أنا جاية مع وفد السعودية وأفاجأ الآن إنه أمثل فلسطين، فسعيدة جدا جدا جدا. لو نتكلم عن تجربة فلسطين، كانت تجربة رائدة ورائعة ومميزة. أول شيء ما لاحظته بهم أنهم متعطشين جدا لموضوع التخطيط وموضوع التدريب. عندما دربت الدورات طبعا دربتها بدون كهرباء في وضع حصار. تخيلت إنه الأخوات حيكونوا جدا منهارين، وجدت منهم لا، عندهم تفاؤل، عندهم أمل. لما قطعت الكهرباء في وسط الدورة فتحوا الشبابيك فإذا بأشجار البرتقال وأشجار، قلت لهم أصلا ليش أنتم مغلقين الشبابيك من البداية؟ الأخوات لما كنت أعطيهم ثلث ساعة للاستراحة كانوا يرفضوا، يقولوا ليس لدينا وقت، نحن متعطشين نريد أكثر. فبفضل الله كان هناك نجاح باهر. النجاح هذا طبعا أهديه أول شيء للدكتور محمد ميمون بارك الله فيه، والأستاذ محمد الحسن بارك الله فيه، شجعنا. وأنا لما ذهبت إلى فلسطين ذهبت باسم السعودية، فالفضل أولا بالله ثم للسعودية ثم يعني الحمد لله بفضل الله. بارك الله فيكم.